كده صلوا على النبي. وقبل ما تتفرجوا على الفيديو يا ريت تسيبولي لايك وكومنت حلو برأيكم وتعملوا لي فولو على الانستجرام. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق مثبت. بعد اذنكم تعملوا لي فولو او سبسكرايب على اليوتيوب. وبس كده، لو حابين تشوفوا النصايح اللي انا هقولها لكم يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. صباح الخير، مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ بصوا بقى، انا جات لي فكره كده وانا قاعده. هتكلم في الفيديو ده عن نصايح الميك اب واحنا داخلين الجامعه. انا عارفه ان في بنات بتبقى لسه داخله الجامعه وصغننين وبيحبوا يشتروا ميك اب وكده، وفي بناتات صغننه عندي على القناه حابه افيدهم طبعا، بما اني يعني خلصت كليه وكده من حوالي سنه ونص كده. بصوا يا جماعه، مبدئيا كده انا ايام الكليه ايه، كنت بحط فاونديشن بس، بلاشر، باودر، وكنت بحط الروج والماسكارا، وكنت مثلا برفع حواجبي خالص وارسمها باللون البني، والبني الفاتح كمان، مش البني الغامق، البني الفاتح. انتوا متخيلين كان منظري عامل ازاي؟ يعني لا كنت بحط باودر ولا كنت بحط اي حاجه من انواع التثبيت، ولا كنت بحط مرطب قبل الفاونديشن عشان غلط. يعني غلط ان احنا ما نحطش مرطب قبل الفاونديشن، ما ينفعش. انا كنت بحط الفاونديشن عادي جدا، كنت بحط روج عادي برضو، مش مشكله، تمام. بس الميك اب كان بيطلع شكله حلو، ولكن ليه اضرار على البشره. اول حاجه ان هو مبيثبتش تماما، بيسيح وبيبقى شكله وحش جدا، وبعرق بقى احط ايديا على وشي كده الاقيها بتطبع، وفاونديشن بيطلع في ايدي. كنت ببقى متضايقه، معلش عشان بكره مستيكه، وكنت ببقى متضايقه قوي. بصوا انا يعني عشان هتسالوني انت بتصوري من غير رينج لايت والاضاءه عندك وحشه ومش عارف ايه. انا التليفون بتاعي تصويره زيرو، انا شكلي في حاجه احلى. ورحت عند تيتا عشان نشوف الإضاءة دي يمكن تيجي ظبط لنا الدنيا شوية التصوير. لا مش مظبطة حاجة. فرحت عند تيتا، تمام، وقلت ايه، هصور، عايز اصور فيديو عشان بقالي كتير مصورتش فيديو ميك اب او كده. قلت اقول لكم على النصايح، الفيديو يكون نصايح وكده للبنات الصغننه او الناس اللي لحد دلوقتي بتحط فاونديشن متحطش مرطب. هتكلم عن اساسيات الميك اب للمبتدئين او لبنات الجامعه. ان شاء الله اروح بس من عند تيتا وهطبق الموضوع ده. هعمل الميك اب مبتدئين، وهعمل سلسله ميك اب مبتدئين اللي هي مثلا تكون حاجات سيمبل ورقيقه جدا، وفي نفس الوقت يطلع ميك اب بروفيشنال وناعم ومفيهوش غلطه. المهم، ما علينا، انتي ست الكل هتعملي ايه لما تكوني رايحه الكليه بتاعتك؟ تمام، هتعملي ايه؟ هتشتري مرطب نيفيا سوفت، اي حتى لو العلبه الصغيره تلاقي دلوقتي ب15 ولا ب20، بس انصحك يعني هاتي العلبه الكبيره تنفعك. تستخدميها سكين كير وتستخدميها كمان قبل الفاونديشن انت رايحه الكليه عشان تظبطك يعني. وتجيبي وتحطي تحت العين عادي الكريم المرطب نيفيا سوفت او جونسون، ما تخرجيش عن حاجه تانية عن كده. ويفضل نيفيا سوفت اللي هو بفيتامين سي، واللي هو نيفيا سوفت اللي بيكون للبشرة بس مش للبشرة والجسم، عشان بيبقى فيه زيوت ودهنية اكتر. اللي فيتامين سي ده يا جماعة مفيهوش دهون وبينشف على البشرة، تحطي ايدك بينشف بس البشرة بتكون متشبعة منه، ولكن هو حلو جدا قبل الميك اب. دي نقطة.
طبعا انت متعرفيش تتعاملي مع جل الصبار، فمش مشكلة، مش لازم. لو انت بشرتك دهنية بتجيبي طبقة بسيطة جدا، بتنفضي جدا خالص كل على الفرشة من الباودر، وبتحطي طبقة رقيقة جدا، يعني برضو بتبقى بشرتك ستيكي برضو، ولكن فيها سنة باودر. وهي كمان بتقلل الظهور، بتقلل المسام. لو انت مثلا لسه داخلة الكلية وعندك مسام كده شوية بسيط واسعة او كده، الحركة اللي انا بقولك عليها هتقللك ظهور المسام شوية. هتجيبي مسكرة، اي نوع مسكرة، من بريتي وومن، مايت سينما، ان اي نوع مسكرة. وتجيبي يعني مسكرة وانت رايحة الجامعة تكون ووتر بروف، ما تكونش اللي هي اللي بتسيح، عشان لو ساحت منك في الشمس وانت في الكلية هتبقى وحشة جدا معاكي، وهتسيح وهتنزل على عينيكي، والدنيا تبقى بايظة معاكي خالص. فانصحك طبعا ان انتي تجيبي المسكرة اللي هي بتكون ووتر بروف. احنا اتكلمنا على الفاونديشن، مسكرة ووتر بروف. معكيش فلوس تجيبي بلاشر، مش لازم. الفاونديشن طبعا مش لازم تحطي فاونديشن برضو، يعني حطي حاجات بسيطة كده تحت العين، حطي مرطب وحاجات بسيطة تحت العين. هاتي كريم جوز الهند مثلا، او كريم اللي هو جارنيه بتاع الفيتامين سي اللي هو بتاع الشمس، حلو برضو تفتيح. لو انت مفيش في وشك عيوب كتير، استخدمي اي نوع كريم انت بتحبيه، سواء تفتيح او سواء كريم جوز الهند او سواء جارنيه فيتامين سي. اختي جابت لي حاجه ساعه. المهم، ف هنستخدم الكريم بتاع فيتامين سي ده اللي بتاع جارنيه اللي هو بتاع الشمس، وكمان هيحمي بشرتنا من الشمس، وهيدينا تفتيح للبشرة، حاجة بسيطة سيكة كده. تستني عليه ينشف، وتجيبي البلاشر الباودر، تحطي البلاشر باودر كده على خفيف، او ما عندكيش بلاشر باودر وعندك مثلا تنت مثلا، عندك اي روج عندك، وحطي في خدودك واعمليه كده، وعادي جدا بصوابعك. عايزه تجيبي سبونج، هاتي سبونج كده ب15 او ب20 جنيه، هتلاقيها في اي حته، بس تكون طريه متكونش ناشفه، عشان الناشفه مش تبقى حلوه معاكي. وانصحك برضو ان انتي يعني لما تيجي تستخدميها ما تبليهاش عشان ما تبوظلكيش الميك اب وكده. بما انك مثلا لو انتي متعرفيش تستخدمي ميك اب كتير وكده، هتعملي ايه تاني؟ الروج، هتجيبي نقطه من الروج تحطيها على شفايفك كده، وتدمجيها بصبعك، تدي لون لشفايفك عشان ما تبقيش اوفر، ما تحطيش روج وانت رايحه على الصبح. نسيت اقول لكم حاجه في الفيديو. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انتوا تثبتوا بشرتكم بعد الكريم اللي هو بتاع جرنيه التفتيح، او مثلا بعد كريم جوز الهند. طبعا بتثبته بلوس باودر، بدل اللوس باودر ممكن تثبته ببودرة تلج بس على خفيف. وعلى فكرة هيدي برضه تفتيح مع الكريم بتاع الجرنيه، هيدي تفتيح حلوة جدا. وقبلها لازم ترطبوا بشرتكم، سواء كريم التفتيح بتاع جرنيه او الكريم بتاع اللي هو جوز الهند ده. بترطبي بشرتك الاول، عشان بيبقى كريم جوز الهند بيبقى مش بيندمج بسهوله، لكن بيندمج بسهوله مع المرطب. وكمان برضو نفس الحكايه مع الكريم اللي هو تفتيح بتاع الشمس ده اللي هو بتاع جرنيه، برضو لازم قبل مرطب عشان مش بيندمج بسهوله مع من غير مرطب، لازم اي حاجه قبلها مرطب. وعايزه اقولك كمان ان كريم التفتيح بتاع جرنيه بيبقى حلو جدا ومفيد لبشرتك عشان الشمس. لو انت رايحه طبعا الكليه في الشمس الصبح، والشمس بتبقى قاتحه جامد وبتبقى صعبة يعني، فانت بتحطي الكريم بتاع التفتيح اصلا بيحميكي من الشمس.
مع كمان ان هو بيديكي بشرتك هي او مثلا بيفتح بشرتك كده، يعني فاهمين قصدي، بيحافظ لك على بشرتك. ولو انت بقى طبعا يعني عايزه تجيبي اللي هو كريم جوز الهند اللي هو بتبقى عند العطار، ده بيبقى اقل في السعر، ولكن بيدي برضه افكت حلو، بيرطب البشره وبيديها شكل حلو برضه. وبتستخدمي قبله المرطب اهم حاجه، وتثبتي على خفيف جدا مثلا بودرة التلج، وهيديكي تفتيح اللي انت عايزاه. يعني انا كنت بحط، يعني كنت مرفعه حواجبي. حواجبي بس شايفينها عامله ازاي، مش حاطه فيها اي حاجه، مشطها بس. كنت بعمل ايه يعني؟ بصوا حواجبي حلوه ازاي. انا كنت برفعها وكنت آه بحط لها لون بني. انتوا متخيلين انا كنت بعمل ايه؟ كنت مبوظه الدنيا على ايه. انا اصلا عندي الباودر بتاعه الحواجب وعندي جل الحواجب، والاتنين بصوا مش بستخدمهم ولا باجي ناحيتهم، بسبب ان حواجبي شايفين عامله ازاي اصلا. آه طبعا انا مش مستخدمه اي فلتر لبشرتي، مش مستخدمه اي حاجه. وكمان تصوير التليفون بتاعي 0%. وكمان الاضاءه عندي وحشه، فاعذروني شويه. انا حابه ان انا اعمل فيديو. انا ما بعملش فيديوهات اكتر بس عشان خاطر الناس اللي حابه تتفرج او تسمع حاجه نصايح او كده، قلت اعمل لهم فيديو مخصوص. وان شاء الله مش هيكون فيديو طويل. أم، بس بقى كده زي ما قلت لك، هتحطي يا اما تنت يا اما روج على خفيف، وتمشطي حواجبك. لو انت حواجبك خفيفه بتعملي ايه؟ بتجيبي ودانه وتحطي عليها مثلا اي لون اي شادو عندك. انت مثلا انت باليت اي شادو، ممكن تشتري باليت اي شادو هتنفعك لحواجبك وهتنفعك تستخدميها مثلا كاي شادو عادي. وممكن برضو تشتري ايه، هقولك برضو فكرة تانية. لو انت ما عندكيش فلوس ان انت تجيبي اي شادو مثلا علبة وتستخدمي منها الوان بقى للعين والوان مش عارفه ايه، لا ممكن تكتفي بحاجة. تجيبي عارفة العلبة اللي هي مايت سينما اللي هي باودر، كنت انا جايباها اخر مرة كانت ب30 او ب35 حاجة كده. ممكن تكون غليت وصلت مثلا ل40 45. هاتيها واستخدميها، متستخدميش اي حاجة تانية. خليها للحواجب وتستخدميها كاي شادو خفيف كده تحت يعني هنا اهو كده على الجفن، وتحت العين هنا كده على خفيف جدا. متستخدميش حاجات تقيلة عشان انتي بنوتة في الجامعة. انا طبعا الكلام ده هطبقه لكم في فيديو مخصوص الميك اب بتاع الجامعة والبنات الصغننة اللي بتحب تحط ميك اب. وهعمل لكم ميك اب نو ميك اب، فاهمين؟ عشان كمان في بنوتة كانت سألاني، قالت لي انا عايزة اعمل ميك اب لدرس وكده، وهي رايحة الدرس. قلت لها تمام والله هعمل لك حاضر. وانا ان شاء الله هعمل لها الميك اب ده، وبرضه هعمله لكم كمان البنات الجامعة اللي لسه داخلة في اول سنة. ما تحطيش فاونديشن كتير عشان الفاونديشن بيدمر البشرة مع مرور الوقت. وكمان بالطريقة اللي انا كنت بستخدم بيها دي كانت طريقة مش حلوة مش لطيفة، والحمد لله يعني بشرتي ما حصلهاش حاجة قوي يعني الحمد لله. بس فانا بقول لكم جيبوا مثلا فاونديشن استخدميه حاجه بسيطه جدا تحت العين. لو انت عندك علاج اي تصبغات في بشرتك حطي حاجه بسيطه جدا فوق المرطب. طبعا عايز تحطي صن بلوك حطي مثلا كريم اللي هو بتاع الشمس بتاع جارنيه للفيتامين سي، تحفه تحفه. انا اختي بتستخدمه كانت بتروح الجامعه، يعني لحد دلوقتي بتروح الجامعه بيه. بتقولي بيقلل لها شويه من السمار بتاع البشره، او مش بيسمر لها بشرتها، لان هو بيحمي من اشعه الشمس. هو حلو جدا صراحه، يعني استخدميه هيديكي افكت حلو. وكمان هيساعد على انك ما تسمريش بسهوله. ممكن حاجات بسيطه بس تسمريها، لان مش كل الصن بلوك، يعني مش الصن بلوك مش سحر خالص، ولكن هو مش هيخليكي تسمري سمار الاوفر. ده بديل الصن بلوك. الفيتامين سي ده تحفه تحفه، جربوه. وكمان هيديكوا تفتيح لبشرتكم، اللي هو مثلا انت حاطاه كانك مش حاطه حاجه خالص، وهيفتح لكم بشرتكم كده، هيدي ضيق كده خفيف ان انت كانك وشك منور وكده، وهو انت حاطه كريم بيفتح شويه.
بس هو هيبقى تحفه معاكم، جربوه. اسمه كريم جارنيه فيتامين سي. ان شاء الله فيديو من الفيديوهات ان شاء الله هعمله لكم الفيديو الجاي تقريبا، يعني ممكن انزله لكم. ربنا يسهل يا رب. اول ما اروح بس عشان جدتي تعبانه هعمل لكم فيديو تاني جديد. وبس كده، لو حابين تسالوا عن اي حاجه قولوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله هسيب لكم الانستا بتاعي في الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق مثبت. هستنى منكم كومنت حلو ولايك، ويا ريت تعملوا لي شير لاصحابك عشان يستفادوا، وكمان تدعميني عشان نفسي اوصل ل5000 مشترك. وبجد عايزه اشكركم على 2000 مشترك بجد، وشكرا ليكم قوي. واشوفكم فيديو جديد على خير. متنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. وبس كده، مع السلامه.